كل ضربة هنا تزيح أثراً من سنوات المعاناة، ومعها تقترب رحلة التأهيل من محطتها الأخيرة، فيما تراجع القياسات النهائية إذاناً بقرب اكتمال مشروع طال انتظاره. هيجة العبد، طريق أثقلته سنوات من الحركة المتواصلة، وها هو يقترب اليوم من استعادة عافيته. تم إعادة تأهيل طريق هيجة العبد، وذلك من خلال أعمال التوسعة للأروان وتوسعة قنوات تصريف المياه الجانبية، وكذلك تنفيذ أعمال الرصف الخرساني لقسم الطريق، وأعمال الصبيات لمصارف المياه الجانبية، وكذلك أعمال الجدران الساندة، بالإضافة إلى أعمال الحماية الجانبية ليوغرسي، وكذلك أعمال الإسفلت في المقطع الأخير من المشروع. بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يدخل مشروع تأهيل طريق هيجة العبد مراحله الأخيرة، في خطوة يعول عليها أن تخفف معاناة آلاف المسافرين وتحد من المخاطر التي ارتبطت بهذا المنحدر الجبلي. السنة هذه المتأخرة تماما صلحوا لنا الهيجة، والآن يعني إذا ما ينجزوا العمل بسرعة كانوا في بالطريق بديل كربة، فهي أخص عدم من الطريقة هذه. يوميا حوادث وأعطالات في البوابير، تأخير في السفر وقعثة. نتمنى من الجهات المختصة إصلاح الطريق لما يعانيه المواطنين والسواقين من الطريق الوعرة والحوادث، كثرة الحوادث التي تحصل هنا. فرض حصار ميليشيا الحوثي على مدينة تعز واقعا بالغ القسوة، رحلات أطول وكلفة أعلى لنقل البضائع والمواد الغذائية، فيما دفع المسافرون الثمن الأكبر بعدما حصدت الحوادث المرورية عند منعطفات هذا الطريق الحادة أرواح عشرات الضحايا طيلة سنوات الحصار المستمر. في مدينة فرض عليها حصار الميليشيا الحوثية أن تبحث عن منافذ للعبور بين الجبال، غدت هيجة العبد شريان حياة حمل عبء تعز لسنوات، ما يجعل تأهيلها خطوة ذات أهمية بالغة تخفف معاناة المسافرين ووسائل النقل التي تمر من خلالها يوميا. فوز الحمادي، قناة الجمهورية، هيجة العبد.